الطبي كل حاجه. فاجئت ان مريض الانكولوجي نفسه بقى يقدر يزرع عظام ويزرع اسنان، فدي بالنسبه لي برضو كانت حاجه. اي حد دلوقتي انا بقول لك unlimited وزن بريكوشنز معينه واحتياطات وترتيبات بشكل معين. طب دلوقتي بقى مريض اللي عامل زراعه اسنان، ايه هي النصايح اللي هنديها له كده؟ يعني غير انه لا طبعا مش هقول له ما تاكلش كذا وكذا وكذا، فعلا دي نقطه حلوه قوي. طيب. ان ما فيش اي بقى ريستريكشنز. طيب بصي، ايه بقى اللي ممكن يحافظ على بصي، هو احنا بنتكلم مش على مريض زراعه الاسنان فقط. تمام، لان انا دلوقتي بقول لك احنا وصلنا ان لما اودي المريض اللي ايدنشلس خالص اللي ما عندوش اسنان خالص وعملت له اي عدد اكس من الزراعات وعملنا تركيبات عليها واصبح عنده الابتسامه. حلو قوي. تمام. ما هو الايدنشلس، ما هو الابتسامه دي مش واقفه على واحد بس عايز يروح يجمل اسنانه، ما ممكن واحد فاقد اسنانه خالص ويروح يعمل زراعه اسنان ونعمل له عليها ابتسامه هوليوود زي ما بيتقال. فانا بتكلم على مريض زراعه الاسنان، مريض التجميل، مريض الحشوات، بلا بلا، اي مريض بيروح يعمل اسنانه او يتعالج ويعالج اسنانه ويحصل على ابتسامه لازم فولو اب مع طبيب الاسنان.